مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. النهارده انا بسميه فيديو منفرد لان انا معايا بطله حقيقي، هي بطله. زي ما عندنا ابطال في السمنه عندنا ابطال في النحافه، ما شاء الله قدروا يوصلوا اللي نفسهم فيه ويقدروا يغيروا حياتهم بمنتهى الاريحيه. وانا فعلا بقول بمنتهى الاريحيه لان احنا ما تعبناش خالص، لان هي فهمت جسمها وفهمت هي عايزه ايه، وهي من الاول شخص اصلا ما شاء الله عليها واعي وعنده ادراك. وانا بيهمني قوي الشخص اللي عنده ادراك. القمر بتاعي ابتدى 52، احنا النهارده ما شاء الله 60.2، هو ده التارجت اصلا كان بتاعنا. ما شاء الله الكلام ده في كام زياره؟ في 5 زيارات، يعني حوالي شهرين ونص. انا سعيده بيها جدا جدا جدا. انا النهارده مسلماها مثالي لان احنا كنا متفقين ان احنا هنبقى 60، فما شاء الله هي اختلفت قولا وفعلا. وهي النهارده هتقول لنا ايه هو الاختلاف والتغيير كان في ايه، والرحله بتاعتنا كانت رحله متعبه ولا لا. وهي على فكره كانت معانا من فتره ورجعت لنا تاني، وهي برضه هتحكي لنا الموضوع دوت. اتفضلي يا جميله القلب. احنا بالنسبه لنا مثلا لما كنت قبل كده كنت متابعه معاكي، كنتي مختلفه عن اي دكتور ان انا كنت بتابع معاكي. الحمد لله. لان انا بالنسبه لي كل دكتور كان بيديني ادويه لمجرد بس ان انا اتخن بشكل كورتيزون، وبعد كده بمجرد ان انا كنت اوقف النظام بتاعي كنت بخس على طول. تمام. فكان سابق لما انا جيت معاكي كنت لسه طالعه من نظام جرثومه المعده، وانا فاكره وقتها انا كنت 47. صح. تمام. احنا ابتدينا فعلا المره الاولانيه كانت 47 كيلو. 47 كيلو، وبعديها بعد علاج الجرثومه كانت في فتره قريبه جدا برضو كنا وصلنا للمثالي كان 54. كان بالنسبه لي طبعا ده كان رقم حلو جدا تمام. وقتها كمده قصيره كان تمام. وبعديها انا بقى قلت خلاص هكمل تمام. وكالعاده برضو جات لي تاني الجرثومه، وطبعا معروف ان الجرثومه لما بتيجي للشخص ان هو بيخس على طول. صحيح. تمام، كأن بالونه وفسيتيها على طول. برافو عليكي. تمام. الاختلاف بقى كان المره دي ان انا لما حتى كنت خسيت حاجه بسيطه، لان اللي قبل كده اللي انا كنت يعني بنيته في جسمي ما كانش مجرد كورتيزون، لانه كان بناء تغذيه. بالظبط. ده الفرق، احنا هنا بنبني تغذيه، فلو حصل لك اي عرض لا انت ما بتاخدش من جسمك، ما بتهدمش من جسمك، وهو ده البناء الحمد لله. يعني هي بتحكي لما جات لها الجرثومه تاني هي ما رجعتش 47 زي ما كنا، هي ما شاء الله فضلت تقريبا كانت 53 وحاجه بسيطه يعني. فالحمد لله. وهي كانت منبهره اليوم دوت، قالت لي انا اول مره في حياتي اقعد فتره وبعد العلاج ما ارجعش اخس، فابتدينا تاني الحمد لله. وما شاء الله احنا دلوقتي 60 الحمد لله. بجانب برضو في حاجه تانية كنت حابه ان انا اوضحها، ان دي كانت اول مره ان انا اخد علاج الجرثومه بالكورس بتاعه واكون متابعه مع دكتور تغذيه اللي هو طبعا مع حضرتك. فلقيت برضو ان انا زدت وقتها معاكي 3 كيلو كمان. صحيح. فدي كانت حاجه بالنسبه لي مريبه، ان انا كل مره كنت ببقى مع الجرثومه دايما كنت بخس. صحيح. فالمره دي كان طبعا مختلف. ولا بجد والله يعني انا ربنا يبارك فيكي حبيبه قلبي. كده وكده. يعني انا عندي في الشركه كلهم مبلغاهم دكتوره جيسي. حبيبه قلبي. حبيبه قلبي. انا سعيده بيها وفخوره بيها جدا جدا جدا، لان انا زي ما قلت في اول الفيديو هو شخص عنده ادراك وعنده وعي، وهي كانت حابه تعمل حاجه من اول مره. وهي جات لي كانت حابه تعمل حاجه، والحمد لله احنا وصلنا لرقم كان مرضي جدا وقتها. ولما انقطعت ورجعت لي تاني الحمد لله برضو رجعنا بنفس الادراك والوعي اللي عندها. واحنا ما شاء الله يعني في شهرين ونص برضو من 52 ل 60. هي النهارده انا بقول لها انت كده بالنسبه لي مثالي. عايزه اقول لكم شكلها بسم الله ما شاء الله اختلف 180 درجه. انا النهارده قاعد معايا حد عنده اشراقه واطلاله رهيبه ما شاء الله، وهو ده اللي احنا دايما بنوصله لحالاتنا، ان احنا الموضوع بالنسبه لنا مش ظاهري، هو جوهري اكتر ما يكون ظاهري. طبعا بعد ما نخلص الجوهري طبعا بنشوف الامارات دولت الحلوين بزياده. فاي حد عنده نقط ضعف، اي حد عنده نقط قوه لازم يبني نقط ضعفه ويهتم بنقط قوته، لان هو ده النجاح. وانا بشوف ان هو ده النجاح، وهي شخص ناجح. وانا سعيده بيكي جدا 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 حبيبه قلبي. اتشرفت بيكي وتعرفت معاكي بناء يعني بعيد عن حوار التغذيه او كده. لا انت يعني كصديق حد كويس جدا حبيبه قلبي. بجانب برضو ان دي اول حاجه كنت الاقيها مع دكتور تغذيه، ان هو بيهتم بالصحه النفسيه. صحيح. بعيد عن مجال التغذيه كمان. صحيح. انت كمان بتهتمي قوي بالحاله بتاعت المريض اللي معاكي، فدي حاجه صراحه. احنا دايما انا حريصه على كل نقط الضعف وكل نقط القوه بنفذها وبكتبها عندي، وببقى دايما حريصه ان انا اشتغل عليها. الموضوع يا جماعه مش قصه تغذيه بس، الموضوع انسان قدامك لازم ابقى فاهمه كل الجوانب بتاعته، سواء الجانب النفسي او الجانب المعنوي او الجانب حتى شغله، لازم اشتغل على كل دوت. فالحمد لله ان انت وصلتي معانا. وهي مش البطله الوحيده، لا احنا معانا ابطال كتير، بس في منهم اللي بيصور وفي منهم اللي ما بيصورش. بس هي النهارده حد قوي وحبت تدي رساله ورساله قويه، ان حتى لو انت عندك جرثومه، لو عندك اي حاجه، لو مش واثق في نفسك، لو عندك اي عرض، لا اشتغل على نفسك وتقدر توصل له. وهي دي ابطالنا، لان هم فهموا تغذيه مش نفذوا خلاص، وهو ده الفرق. وانا عارفه ان انت هتكملي، هتبقي دايما شخص ناجح، لانه الناجح في التغذيه ناجح في كل شيء، لانه بيقدر على رغباته. وعايزه كل حد بيسمعنا وبيشوفنا
يهتم بنفسه ويهتم بصحته، لانه الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ودايما زي ما بقول دمتم اصحاء. شكرا.